مرحبا صبايا، كيفكن؟ شو اخباركن؟ اشتقت لكم كتير. اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. بعرف انه كتير عم بتاخر بنشر الفيديوهات، بس ما بعرف، سبحان الله، يعني ظروفي ابدا ابدا ما عم تسمح لي. كل ما بقول انه بدي انه كتر نشر فيديوهات عم يصير العكس، انه كل ما علي عم قلل اكتر. يعني كنت انشر بالاسبوع مره، هلا كل 10 ايام لحتى احسن انشر مره. بس سبحان الله ما بعرف ظروفي يعني هيك. يا بصير شي، يا بضطر روح على مشفى، يا حدا من ولادي بيمرض، يا انا بمرض، يعني هيك عم يصير معي. فالحمد لله. وكمان في صبايا عم يسألوني انه شو صار بقناتي الجديدة، انه اذا وقفتها ولا شو صار. قناتي الجديدة مثل ما قلت لكم انا كنت ناوية انه انشر، احسن صور فيديوهين بالاسبوع، وفيديو انشره على القناة القديمة وفيديو على الجديدة. بس مثل ما قلت لكم بكونه ما عم بحسن انشر الا كل 10 ايام مرة، فحاليا قررت انشر هالفيديو بهي قناتي القديمة. يعني ما بدي اياها توقف، تعرفوا انه هي تعب سنين. وقناتي الجديدة ان شاء الله بس احسن ارجع صور بالاسبوع فيديوهين، رح صير انشر هنيك فيديو وهون فيديو. يعني مالي موقفتها هديك القناة لساتها ببالي. كمان في صبية كتبت لي بالفيديو الماضي انه اذا بتعملي فيديوهات تعريف عن حالك او اسئلة واجوبة، انه هيك حابين اكتر. وانا كمان اجاني قبل تعليقات على نفس القصة، في صبايا حابين انه يتعرفوا علي. فقررت انه هذا الفيديو خصصه انه اي شي حابين تعرفوه عني اكتبوا لي تحت بالتعليقات. هلا انا اجمالا بحكي بفيديوهاتي القديمة، بحكي يعني كل فيديو الا ما احكي شي شغلة عن حالي. بس في صبايا جديدة متابعيني جديد لسه لحل، لا يعني لهلا بيجيني انه شو اسمك وقد ايه عمرك وهدول الاسئلة. فاي شي حابين تعرفوا من الصبايا الجديدة اكتبوا لي تحت بالتعليقات، وانا ان شاء الله الفيديو الجاي رح خصصه لهالقصص. واصلا في كتير اسئلة عم تتكرر، يعني من زمان ولهلا في اسئلة كتير عم تتكرر انه حابين يعرفوا عني، وانا ما يعني ما صح لي فرصة احكي على القصص. فكمان هذا الفيديو انتوا اكتبوا لي تحت، وانا الفيديو ان شاء الله الجاي رح شوف شو هي التعليقات، شو الاسئله، اكتر اسئله جايه، ورح خصصها انه جاوب عليها بالفيديو الجاي ان شاء الله. هلا هون فقت الصبح بكير، بلشت جهز الفطور. كان هون يوم عطلة، فقلت لحالي اعمل هيك فطور ظريف. هذا الفطور هيك انه ما بحط هالانواع كلياتها غير ليكون يوم عطلة وزوجي قاعد بالبيت. فانه هون بهتم بالفطور، انه هيك بنحب انه يوم العطلة يكون هيك شي ظريف ومرتب. باقي ايام الاسبوع على فكرة بمضيها شلون ما كان الفطور سندويشة، بعمل كعك وحليب او هيك شغلات، يعني ما بقعد بتفنن كتير. فهون قررت اعمل على الفطور فطاير، عفوا فلافل. هاي الفلافل انا جايبتها جاهزة من محل الفلافل، بس جايبتها متبلة يعني ما لها مقلية. دائما بحب جيبها هيك متبلة، وانا انا بقليها بالبيت، لانه صاير فيني اي شيء باكله من برا في زيوت فورا معدتي عم تتحسس، وبقضيها طول الليل وجع معدة، وانه بحس كمان انه طول الوقت عم تلعي نفسي. فصايرة ما عم حب ابدا اكل شغلات مقلية برات البيت. فهون مثل ما شفتوا ساويت الفلافل، بلشت اقليها. وكمان ما عندي القالب تبعها، كل مرة بقول بدي انه جيب من هذا القالب، دور عليه بترنديول وبنسى، يعني دائما بضطر ارجع اعمله بالمعلقه، واحسن هيك انه شكله بايدي. هون قلت لحالي نطلع كمان نفطر برا على البلكون، لانه هلا نوعا ما بلشت الشتويه وبلشوا البردات. فهون قررنا نطلع نفطر تقريبا توديعه يعني لقعده البلكون والفطور برا على البلكون. خصيصا للاولاد، يعني هلا الجو حلو قلنا احنا بنتقبله الكبار، بس بكونه في صغار تقريبا هي التوديعه، بعتقد ما عاد احسن طلع اولادي برا على البلكون بهالبرد.
هلأ هون بلشت أعمل الفلافل، بلشت أفرده هيك على الساندويش، حبينا ناكله بساندويش يعني. هلأ هون عم حط للفلافل كاتشب. أنا زوجي قد إيه صرنا متزوجين لهلأ كل مرة بحط كاتشب للفلافل بيرجع بيعمل لي نفس القصة، بيقول لي حدا بيحط للفلافل كاتشب، إنه هي أنا أول مرة بشوفها بحياتي. وأنا على فكرة هالشغلة فيني من زمان، يعني من أنا وصغيرة بحب الفلافل مع كاتشب. الفلافل بلا كاتشب وبلا لبن ما بحسن آكلها، يعني حتى لو ما فيها بندورة ليمون وخلل يعني أي شي ما بسأل عنه، المهم الفلافل والكاتشب. ففي حدا مثلي ولا بس أنا هيك؟ هلا هون كمان فت على الصالون، بلشت ترجع هدول المدات تبع الكنبايات. شفتوني بالفيديو الماضي غسلتهم، لانه عملت لهم غسله بالغساله. غسلت اول شي البيضه لحال، والوجبه الثانيه غسلت الكحلي لحال. فهون وقت نشفوا بلشت رجعت فردتهم على الكنبايات. حتى في صبيه بالفيديو الماضي كتبت لي كمان انه شلون هيك حسنانه تجيبي لون طقم كنبايات يكون فيه الدرجه الفاتحه كتير، يعني اللون السكري الفاتح. هلأ أنا ما يعني الصالون عندي كتير عم دير بالي عليه. حتى على فكرة أول فترة أول ما اشتريته ما خلي حدا يفوت عليه، قلن خلص هذا للضيوف فقط لا غير. بس هلأ شوي شوي عم بسمح لهم يفوتوا يقعدوا جوا، بس يعني تحت المراقبة. إنه الأكل ممنوع جوا. ابني بالذات، ابني الصغير ممنوع يفوت لجوا وهو حامل أي نوع من الأكل بإيده. ممكن إذا فوتنا الأكل لجوا إنه يكون تحت إشرافي، ومثل ما شايفين أصلا أنا حاطة مدات، يعني إنه هدول نوعا ما عن جد كتير كتير عم يحمولي الطقم عندي. وحالاتهم إنه لونهم يعني أبدا نفس درجة اللون، يعني نفس درجة لون الطقم الأساسي. مشان هيك يعني إنه حسيتهم كتير إجوا حلوين، وبنفس الوقت عم يحمولي الطقم عندي. وكمان مثل ما قالت لي الصبية إنه يمكن إنه الجو عنا إنه ما كتير مغبّر. في باقي في بلدان معيّنة إذا بتجيبوا هيك شي، وحتى لو قد ما الوحدة اهتمت بنضافتهم من الغبرة وهالقصص، ممكن الكنبايات يتوسخوا. هلأ بدي أقول لكم إنه شوفوا إنه أنا عن جد باقرا كل التعليقات، بشوفها واحدة واحدة. صحيح أوقات بتأخر بالرد عليكم، بس والله مثلا بيكون صاير معي شي. بتعرفوا مثلا عندي أولاد، واحد بيكون جوعان، واحد صار وقت مثلا روحته على المدرسة بدي جهز الغداء، أو هدول القصص بتعرفون يعني اللي ما بتخلص. فبكون ناوية رد بيجيني هيك شي شغلة من هدول، فبضطر اترك كل شي ورد قوم وبنسى بعدين. يعني صايرة أنا والنسيان يعني شغلة مو طبيعية والله. تخيلوا هلا هالفترة الأكل عم بنساه على النار، يعني بالأسبوع هذا المرق صار لي مرتين نسياني طبخة على النار، لدرجة عم لحقت يعني نص محروقة الأكلة. ما بعرف شو قصتي، كتير كتير صايرة عم بنسى. هلأ هون فتت على المطبخ، بلشت ساوي هذا الرفوف اللي تحت المجلى عندي كتير مكركبة مثل ما شايفين، قايمة مو قاعدة. وصاير فيني آخر فترة كمان، إذا لاحظتوا حتى بالفيديو الماضي ابني الصغير مبلش هون بلش متعلم يفتح الخزن تبع المطبخ وينكت كل شي شغلات بقلبها. هلأ نوعا ما عم يحسن يوصل وقت يكون مثلا بدون الكراجة بيصل لتحت الرف التحتاني، بيطلع لي كل شي الطواجين وهالقصص كلها بيطلعه بصير بيلعب فيها. وقت تكون حاططه بالكراجة بيحسن يصل للرف الفوقاني، بيحسن ياخد هي تبع الأكياس وينكت لي اياه هون لجوا اكتر، ما بيحسن يطول انه بالكراجة بتكون معناته يعني. فهون قلت لحالي ارجع هيك اعمل لها ترتيبه، وكمان اعمل لها مسحه. يعني صار بدها، لانه مثل ما شفتوا هون طلعت كل شيء ورتبت الاكياس. اهم شيء الاكياس مثل ما شفتوا كان الاكياس فوق بعضها محطوطه. عن جد ما احلاها هي المنظمه. شفتوا هدول الاكياس كلياتهم كانوا منكوتين، وقت رجعت طويت الاكياس وضبيتهم حطيتهم بقلبها دوبة عبى نصها بس. فعن جد كتير كتير بتضب كركبه هي المنظمه.
هلا هون طلعت على البلكون لحتى اعمل مسحه للطراف طبعا، مع انه على فكره قبل بيوم مثل ما شايف كلياتها شطفتها ومسحتها. برد اليوم ما بعرف عم لاقي تراب على الكنار تبع البلكون، ما بعرف من وين عم يجي هالتراب، يعني ما بعتقد انه من الجيران شو إلهم شغل بالتراب، ما بعرف بركي العصافير او الحمامات عم يجيبوا قش او شي عم يحطوهن، ما بعرف. لانه هلا انا صار لي فتره عم شوفهم عم يحاولوا يوقفوا على هذا الانبوب تبع التدفئه اللي فوق بالبلكون، ايضا مره صار لي شايفتهم جايين وعم يحاولوا يوقفوا هون، فما بعرف اذا منهم. حتى على فكره عندي البلكون الثانيه كتير حاولوا يجوا بدهم يعملوا انه عش عندي بالبلكون الثانيه كل يوم، كل شوي حتى مو كل يوم لاقيين موقعين الوردات اللي حاططهم على الرفوف، وجاية الحمامة هي موقفة قاعدة على الرف. إذا لاحظتوا حطيت من هدول اللي هيك النجوم هيك وبيطيروا على الهواء، حطيت لهم اياهم عشان ما بقى يجوا على الرفوف، مو بشي لانه هي القرنة ما خرج يبنوا فيها بيت. كلياتها انه عرضها كتير رفيع، عند اهلي كذا مرة هيك حاولوا يجوا بدهم يبنوا بيت على هذا الانبوب تبع التدفئة، تقوم البيضة توقع بالارض لحالها، انه مستحيل انه تسع انه يحسنوا يحطوا بيضة فيها. فدائما البيوض عندهم كل ما بيحاولوا يبنوا بيت يعني تقوم البيضة تلاقيها ماما وقعانة بأرض البلكون. هلا هون كمان المساء رحنا تغدينا برا، طلبنا هي البيتزا وطلبنا هي فطاير الدجاج، وكمان رجعت على البيت عم تلاقي نفسي وما بعرف معدتي ما عم تتقبل ابدا انه اكل برا، هيك ما عاد اطلع اكل برا غير اكلات الحلو، كل شي طبخ عم باكله برات البيت، حدا فينا حدا من عيلتي عم نرجع انه فيها شي معدته. هون كمان بعد ما خلصنا اكل فوتت ولادي على الالعاب، لعبوا هيك شوي بهدول الالعاب، صرنا نحط حتى ابني الصغير صار نوعا ما بلش كمان يفهم بهدول الالعاب، كان بالقبل انه ما يفهم بهالقصص، بس ابني الكبير اللي يلعب، هلا حتى ابني الصغير عم ينبسط وهيك حسيت انه رغبان هدول الالعاب، فعم حطه مع اخوه الكبير. وبس هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يا رب تكونوا بخير، ديروا بالكم على حالكم، بشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. شكرا.